بالعيد، عيد الفطر المبارك، ونفرح بالاجتماع الضخم الذي نراه بين أعيننا الآن من الأسر ومن الطلاب، من الأكاديميين ومن العاملين ومن كل أطياف الشعب اليمني يتواجد اليوم هنا بيننا. فلننتقل الآن إلى كلمة العيد يلقيها علينا الشيخ طلال هادي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات جميعا، في هذه المناسبة العظيمة التي جمعت مناسبات عدة، مناسبة عيد الفطر المبارك، مناسبة احتفالية أبناء الجالية اليمنية في هذه الولاية، مناسبة هذا اللقاء اليمني العظيم الذي جمعنا تحت مظلة واحدة شعارها الألفة والمحبة والتعاون والإخاء والتكافل والصفاء. يسعدني أن أتوجه في هذه الدقائق البسيطة تحت مسمى كلمة العيد برسائل أخرجها من قلبي إلى إخواني جميعا. أولها: العيد فرحة عظيمة امتن الله تعالى به علينا لنفرح ولندخل السرور على قلوبنا وقلوب آبائنا وأبنائنا وأزواجنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرح العيد نعمة عظيمة لا ينبغي لمن عاش رمضان وصام نهاره وقام لياليه أن يعطل هذه النعمة، لأنها من أساسيات ديننا الإسلامي الحنيف. لذلك رسالتنا الأولى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومما يفرحنا أن نلتقي اليوم لنتشارك الفرحة معا جميعا تحت هذا السقف العظيم، سقف اليمن والإيمان. رسالتنا الأخرى التي نوجهها في كلمة العيد إلى أبنائنا وإخواننا وذوينا في أرض اليمن الذين يعانون ما يعانون، ولكن نفرح اليوم ونحزن. العيد يفرح ويحزن. إننا بحاجة إلى من يجيد فن الفرح والحزن معا. نرسل تحية لوطننا الغالي. يا أيها اليمن السعيد تحية يشدو بها التاريخ من ماضي الزمن. يا أرض بلقيس الكفاح وتبع، يا أرض حمير، يا قبائل ذي يزن. يا سادة الأنام، يا من حطموا إيوان كسرى يوم أقبلت سفن يمن، لأن اليمن والإيمان في تلك الوجوه فنورها يجلو الحزن. رفعوا معاذا واستجابوا كلهم وأتوا ببيعهم وغالوا في الثمن. حتى النجوم لكم سهيل وحده لو خيروه ما اشتهى إلا اليمن. والكعبة الغرى سمي ركنها بالركن اليماني في الأحاديث والسنن. والسيف سمي باسمكم من حسمه الله كم قطع من السلاسل والمحن. العيد يفرح ويحزن. يفرح بوحدتنا وتآلفنا واجتماعنا ومحبتنا وترك الضغائن والحسد والبغضاء على بعضنا، لأننا اجتمعنا جميعا في بلاد المهجر لنرفع راية الأمن والأمان، لأننا أتينا من بلد الإيمان والحكمة. العيد يفرح لأنه ينظر
إلى أهل اليمن في المهجر تركوا كل ما ينغص قلوبهم بتجرد وأتوا وفتحوا قلوبهم لتتصافح قبل أن تتصافح أيديهم. العيد يفرح عندما يرانا جميعا نقبل الأطفال ونبش السلام في وجوه بعضنا، لأن ذلك من مبدأ ديننا الإسلامي السلام. ولكن العيد يحزن أيضا عندما نتذكر أطفالا لنا حرموا من فرحة العيد في يمننا. يحزن العيد ونحن نسمع عن أرملة فقدت زوجها في أرض اليمن. يحزن العيد عندما نسمع المآسي التي أتت على أرض يمننا. قلبي على اليمن السعيد ممزق أرنو إليه ومهجتي تحترق. من أجج الأحقاد بين رجاله فعدت عين الخراب به تحدق. من أشعل النيران أوقد جمرها. من زادها حطبا فباتت تحرك. أعداؤه يتربصون به وبه تكيد به ويدا تكيد به ونحن نصفق. لكن يا فتية اليمن السعيد تيقظوا، فالموت في جسم الضغائن يورد. عودوا إلى نهج النبي محمد وتمسكوا بالحبل لا تتفرقوا. يحزن العيد عندما نبث أيضا جراحاتنا هنا وتفرقتنا. هذه الرسالة الأخرى أن نجد من يجيد فن الحزن والفرح معا وهو يعيش في بلاد المهجر. رسالة أخرى لأبناء الجالية اليمنية الذين أسسوا نقطة أساس عظيمة في هذه الولاية ليرفعوا الرأس عاليا في ثريا السماء امتثالا لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. تاب العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. يا أبناء جاليتنا العظيمة، يا من تفرحون بعيد الفطر المبارك، إنما عملتم من جالية تجمعكم وتجمع أبناءكم ونساءكم لهو خطوة عظيمة تتمثل في بركة اليمن والأمان التي منبعها أرض اليمن، أرض الإسراء والإسلام. رسالتي الأخرى أوجهها من هذا المكان من مبدأ الأمانة العظيمة ونحن ننظر إلى أطفالنا. رسالتي لأولياء الأمور الذين وهبهم الله تعالى بناتا وأولادا، اتقوا الله تعالى في أبنائكم وبناتكم واحرصوا على تربيتهم وتأديبهم وتوفير الخلق الحسن لهم، لأنكم كما تعلمون يعيشون في مجتمع تنقصهم أمورا كثيرة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. يا أولياء الأمور، أبناؤكم فلذات أكبادكم، أبناؤكم وبناتكم فلذات أكبادكم. كما تسعون لتوفير المأكل والملبس لهم، اسعوا لتوفير تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لهم، فستسألون عنهم يوم القيامة. رسالة أخرى أوجهها للشباب من أبناء جاليتنا الذين يعيشون معنا في هذه الجالية وفي هذه الولاية. يا شباب اليمن، أنتم صنام اليمن، وأنتم من يرفع رأس اليمن عاليا بعلمكم ومعرفتكم وطموحاتكم، فوطنكم يحتاج إليكم وإبداعاتكم. لا تبخلوا بالتقصير والفتور الآن، لأن المستقبل بأيديكم وآمالنا كثيرة معقودة على أكتافكم. فالله في بناء يمنكم بلد الإيمان والحكمة. رسالة أوجهها للجميع ببناء التربية الروحية في هذه البلاد وتزكية النفس. وفقني الله وإياكم، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الطاعات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزا الله خير الجزاء.
الكلمات الرائعات. منشد متألق، صوت جميل، كاريزما رائعة. يزورنا اليوم المنشد المتألق عبد الحميد المحفدي ليطربنا ولنفرح بالعيد بصوته، فليتفضل مشكورا إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا كل عام وأنتم بخير ومن العايدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعاد علينا العيد في الأعوام القادمة واليمن بأفضل حال إن شاء الله. طبعا عدينا لكم في البداية في الفقرة هذه 3 أناشيد. الأنشودة الأولى إن شاء الله بالفرنسي، وأنشودتنا الثانية بالعربي. الأنشودة الأولى الذي يفهمها يفهمها، الذي ما يفهمهاش مع نفسه. وبزيد سونغ إن شاء الله بعد الحفل. فطبعا الأنشودة الأولى هي تتكلم عن اليمن، سويناها مؤخرا، تتحدث عن مواطن اغترب وخرج من اليمن وما قدرش يعود، يعني تحكي الأوضاع الذي يعيشها المواطن اليمني هذا الأيام، إنه خرج من بلاده وما يقدرش يرجع لها إن شاء الله. فإن شاء الله تستمتعوا.
كل أدب